السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي جايبين بقى فراخ كده هنحشيها كده مع بعض، ونشوف هنعمل الحشوة بتاعتهم ازاي، ونعمل جنبهم كده شوية رز اصفر. ونشوف الطريقة بقى، هنجهز لهم حاجتهم ازاي بقى، ونحشوهم ازاي، ونعملهم ازاي. يلا بقى ايه، نصلي على الرسول كده ونخش كده ونشوف هنعمل ايه. جبت بقى الفراخ بتاعتي كده يا حبايبي، ايه جايبهم اللي هم فراخ اللي هم الشامورت دول، جايبهم كده ايه، هم مش كبار يعني، هم صغيرين مش كبار قوي. انا هحشيهم وغسلهم كده ومنضفاهم كده وغسلهم بدقيق. اي طيورة عندك هتغسليها، اغسلها بدقيق وملح، بيخليها جميلة بصراحة. الدقيق ده في اي طيور، ولا بيخلي فيه ريحة زفارة، ولا بيخلي الفراخ فيها حاجة، وتخلي الفرخة كده بيضة زي القشطة كده، وتلاقيها نضيفة وحلوة. انا بغسل الفراخ على طول، او اي حاجة اي طيور اغسلها بدقيق وملح، وبعدين اقوم جايه عصره ليمونه كده في الميه واروح سايباها. بس انا بغسلها بدقيق، انا بنقعها في دقيق. يعني انا بجيب دقيق واروح جايبه شويه ملح حطهم في الميه، واروح نقعهم كده في قلب الميه، واسيبهم بقى ساعه كده ولا حاجه. وبعدين اشطفهم بقى بالميه، تانيين اشطف بالميه كده لحد ما ينضفوا خالص. وبعدين اقوم جايه حطاهم بقى في ميه بيضه نضيفه كده، واقوم عصره عليها ليمونه ولا اتنين، واروح حطاهم في الميه وسايباهم بقى شويه في قلب الميه بالليمون دي. ولا بيبقى لهم ريحه زفاره ولا اي حاجه، وتبص تلاقي الفرخه بيضه زي القشطه كده، ما فيهاش اي حاجه. هنعمل بقى يا حبايبي، كان عندي كبدتين كده وقنصتين، قلت اعمل بهم خلطه كده للفراخ. قطعت الكبد بتاعتنا كده، قطعتها حتت هي والقوانص، وجبت حلة كده حطيت فيها معلقتين زيت. هتحطي زيت حطي، هتحطي سمنة حطي، حسب ما انت عايزة وبتحبي اعملي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت بقى الكبد كده وقطعتها، حطيتهم كده في الزيت بتاعنا، وشوحتهم كده، شوحتهم كده شوية في قلب في قلب الحلة كده مع الزيت. وبعدين لما اشوحوا، كنت جايبة بصلة كده مقطعاها وحطيتها عليهم، قلبتها كده ايه تقلبتين كده مع الكبد والقوانص. وحطي بقى التوابل بتاعتها، شوف انت بتحبي توابل ايه حطيها. انا بحط توابل اللي هو الرز اللي هو بالخلطه ده، او رز الحشو اللي هو دوت، بحط له فلفل اسود وقرفه، اهم حاجه فلفل الاسود والقرفه، وبحط شويه جنزبيل. انا بحب اللي هو الرز بالخلطه ده لازم احط عليه قرفه، بصراحه القرفه بتخلي ريحته مع الفلفل الاسود بتبقى ريحته جميله. جبته بقى كده يا حبايبي، حطيت التوابل بتاعتنا كده وايه، واسيبها بقى ايه تشرب كده من بعضها. البصله مع الكبد والقوانص كده يشربوا بالتوابل بتاعتنا والزيت اللي احنا حاطينه، او السمنه، او حسب ما انت عايزه. هنقلبهم بقى كده، حطيت شويه جنزبيل هما كمان، هتقلبي كده كلته مع بعضه، وتسيبوهم بقى يشربوا كده من بعض مع التوابل. هتلاقي ريحة التوابل، ريحة القرفة مخليه الريحة جميلة بصراحة، جربي كده. وجبت قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي، كنت مقطعاه كده حتت، ورحت حطاه على البصلة وعلى الكبد والقوانص، قلبتهم كده مع بعض وشوحتهم كده، خليتهم يتشوحوا كده مع بعض. وجبت بقى الرز بتاعي كده، كنت غسلاه بقى ومجهزاه جنبي، اجيبه بقى اقوم حطاه على الخلطة اللي احنا عاملينها ديت. بس اهم حاجة تقلبيها، تخليها ايه تتشوح كده مع بعضها قبل ما تحط الرز. هحط الرز بقى كده ايه عليهم كده، وحطيت شعرة ملح عشان ما كنتش حطيت ملح، حطيت شوية ملح اهو كمان. نقلب كده ايه مع بعضه كده يشربوا من بعضهم، وتقومي حاطه الرز بقى. تغسل الرز بتاعي بقى كده، تقومي حطاه وتقلبيه كده بقى ايه مع الخلطة بتاعتك، وتكون المية بتاعتك جنبك جاهزة، تقومي روحي مزوداه على طول، وتسيبيه بقى ايه وتغطيه وتسيبيه يغلي بقى، يغلي معاكي، وتروحي موطيه عليه على ما يستوي. وانت ما تزودوش ميه كتير، يعني ما تزودوش زي الرز العادي، لا خلي الميه بتاعته قليله شويه عن الرز العادي، عشان يا حبيبي ما يستوي لسه انت هتحشي بيه الفراخ، فانت ما تخلوش مستوي خالص زي الرز العادي. فالرز اللي انا عاملاه ده بياخد ميه زياده يعني شويه.
فانا حطيت له بقى الميه بتاعته كده اهوت، وبرده ما اجي بيها الاقيه برده مفرفر وعايز سوا كمان، يعني عايز ميه كمان يستوي. ما انا مش مكتره الميه علشان ايه؟ عشان احشي بيه الفراخ. اهو يا حبيبي غطي بقى وسيبيه ايه يغلي بقى براحته كده، وما يغلي توطي عليه ينشف. اهو يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل بقى شويه رز اصفر كده جنب الفراخ بتاعتنا. جبت معلقتين سمنه كده حطيتهم في الحله، وكنت جايبه الرز بتاعي برضو غسله كده ومجهزاه جنبي عشان اعمل بيه اعمله رز اصفر. جبت بقى يا حبيبي كده السمنه سخنتها كده، ورحت حاطه عليها الرز على طول، رز ابيض كده بقى ايه. هنعمل شويه رز كده ايه اصفر جنب الفراخ بتاعتنا. هتقلبي بقى الرز كده مع السمنه يتشوحوا مع بعض. وحطيت ايه جبت ليمونتين، اللي هو الليمون اللي هو بيتحط على الرز، اللي هو اللومي دوت، وشويه قرفه. حطيتهم كده، واحط شويه ملح. اه يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. وهتحطي شويه كركم معاكي. اه يا حبيبي وتقلبي بقى كله مع بعضه كده، وتحطي له الملح بتاعه، وتروحي ايه مزوداه الميه، وتغطيه بقى وتسيبيه يستوي كده مع بعضه. واحط ورقتين لورا وكده ولا حاجه، وتزودي بقى الميه وتسيبيه يستوي مع بعضه كده ايه. يكون بقى ايه الرز بتاعنا اللي هو بتاع الفراخ ده استوى، نجيبه بقى ايه ونحشي بقى بيه. اللي وصل بقى معايا لحد هنا حبايبي، ما تنسونوش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه. واللي ما يعرفنيش، انا قناه وصفات طبخ فلاحي مع ام مريم. تخشوا كده تشرفوني وتنوروني، وتبصوا على قناتي كده وتقولوا لي ايه رايكم. زودت الرز بتاعه اهوت يا حبايبي. ما تنسوش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اه يا حبيبي زودت اهو بقى، نغطيه بقى كده ونسيبه ايه يستوي كده مع بعضه، عشان انا بزود ميه سخنه فبيغلى على طول. انا ازود من هنا وبص تلاقي الميه بتغلى على طول مع الرز. جبت بقى الفراخ بتاعتنا يا حبايبي بقى ايه، ونجيب الرز بتاعنا ونحشي بقى على طول. بوريكم بقى انا فاتحه الفراخ من جنب الورك برضو، يعني برضو فاتحه شايله الجلد بتاعهم كده، مدخله ايديا جوه الجلد عند الورك كده ايه، وغسلينها برضو من جوه كده ومنضفينها عشان ايه؟ عشان هنحشيها برضو من جوه. كان الرز بتاعنا بقى استوى اهوت، اللي هو الرز اللي احنا عاملينه بالخلطه دوت. انا مش مكتره الرز اللي هو بالخلطه ده، انا عامله شويه صغيرين علشان ايه؟ على قد الفراخ بتاعتنا. هنحشوهم بقى يا حبيبي كده مع بعض. عايزه تحشي الفرخه من قلبها تحشيها، عايزه تحشيها برضو من جوه. بص انا مدخله ايدي اهو يا حبيبي، مدخله ايدي برضو كده هي، وحاطه ايدي جوه هنا كده بين الورك وبين الفرخه، برضو حاطه ايدي كده وغسلاها ومنضفاها عشان هحط برضو رز جوه. بيبقى فيها حاجات كده مزفلطه كده ملينه كده جوه بين الورك وبين الفرخه. فانت لما تيجي تغسلي اي فراخ مدي ايدك برضو جوه كده، وتشيلي اللي هو الحاجات اللي جوه ديت، اللي جوه في قلب الفرخه من جوه. كنت حشيت بقى الفرختين التانيين، فهجرب بقى هوريكم بقى وانا بحشي الفرخه اللي هي الاخرانيه ديت. اهو تجيبي الرز وتدخلي جوه في قلب الفرخه، وتجيبي برضو وتحطي ايه ما بين الوراك، او حسب ما انت عايزه. في ناس برضو ما بتحبش تحشي ما بين الوراك، الناس بتحط في قلب الفرخه وتسيب ما بين الوراك زي ما هو كده عادي، يعني تحشي الفرخه من قلبها وتسيب اللي هو ما بين الوراك. وتفتحها برضو من فوق كده، وتحطي برضو رز جوه، تدخلي كده جوه في الرز برضو من جوه. يا حبيبي بقى كنت حشيتهم كلهم اهمت، حشيت الفراخ كده وكتفتها علشان ايه ما تفتحش والرز يقع منها. يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده اهوت. نسخن لها بقى ميه ونحطها ايه
سخنا بقى المية اهيت، وقطعنا طماطمايه وقطعنا بصلايه، وهنحط التوابل بتاعتنا ونسقط فيها الفراخ على طول. ونحط لها بقى شوية ملح، شوية فلفل اسود، يعني حطينا الفلفل الاسود والملح والبصلة والطماطمايه وورقتين رورة، ونحط بقى الفراخ، نسقط بقى الفراخ كده نحطها في الحلة ونسيبها بقى تستوي. وتقلبي الفرخة بالراحة كده اما تغلي معاكي شوية، يعني 5 دقايق كده ولا حاجة، تروحي مقلبة الفرخة من الناحية دي للناحية دي، وبالراحة وانت بتقلبيها، عشان كنت بتقلبي بمعلقة بسكينة ما تجيش في الرز اللي انت حاشياه تروح جايه فاتحاه يقع كلته في الحل. اقلبيه كده بالراحة. يا حبايبي، يا دوبك الحلة واخدهم كده بالعافية، فاما يغلوا بقى اقلبهم من الناحية دي للناحية دي، نغطي عليهم بقى ونسيبهم كده يستووا براحتهم، ما تعليش البوتاجاز قوي عشان ما يفرقعوش. كان الرز بتاعنا بقى الاصفر ده استوى اهوت يا حبايبي، هنغرب بقى. والفراخ بتاعتنا استوت اهيت، هنحطها بقى كده تتحمر معانا في الفرن. انا مش هحط عليهم صلصة ولا اعوزهم حاجة، انا هسيبهم زي ما هما كده وحمرهم هما زي ما هما كده حبايبي. والرز بتاعنا اهوت بقى هنغرب بقى كده، عشان كنا خلصنا بقى وعايزين يتغدوا. هنغرب بقى يا حبايبي كده، نحط الرز بقى الاصفر تحت كده عشان نحط عليه الفراخ. ما تنسونوش بقى باللايك يا حبايبي. فرغنا كده بقى الرز اهوت، ونجيب بقى الفراخ نحطها كده على وش الرز. ويا رب الفراخ بتاعتنا بقى النهارده تعجبكم كده، وقولوا لي ايه رايكم. اي حبايبي كانت احمرت معانا اهيت، هنشيلها بقى كده نحطها. انا حمرتها كده، ما عصتهاش حاجه، ولا حطيت عليها صلصه ولا حطيت زيت ولا اي حاجه، حمرتها زي ما هي كده، عشان هي مش عايزه عوزها زيت، عشان هي مش كبيره يعني هتنشف معايا لو انا عوزتها زيت. ديت عشان كانت تحت، ولما احمرت انا قلبتها فلزقت الحته الجلد دي، اتلزقت في الصينيه اللي هي بتاعه الفرن وانا بحمر. يا رب بقى الفراخ بتاعتنا تعجبكم النهارده الطريقه اللي انا عملت بيها، والرز الاصفر. قولوا ايه رايكم، وقولوا ايه رايكم في اكلنا النهارده، وايه رايكم في الطريقه بتاعتي. وما تنسونش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.